وكلامنا اليوم بإذن الله رب العالمين عن مسألة في صلب العقيدة، ألا وهي تنزيه الله تعالى عن الجسم، وأن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه نزه الله عن الجسم. وهنا قد يسأل الواحد منكم: لما ذكرنا الإمام أحمد بن حنبل بالخصوص لما خص هو بالذكر عن غيره من الأئمة الأعلام الأفاضل الذين نزهوا الله تعالى عن الشبيه وعن الجسمية؟ ومقالاتهم في ذلك كثيرة لا يسعنا ذكرها في هذا المقام. ذكرنا الإمام أحمد لأن المشبهة المجسمة انتسبوا زورا وبهتانا إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لذلك اخترنا كلاما للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فيه تنزيه لله تعالى عن الجسمية، ألا وهو ما نقله أبو الفضل التميمي البغدادي رئيس الحنابلة في بغداد وابن رئيسها. قال ما نصه: أنكر أحمد على من قال بالجسم، أنكر أحمد على من قال بالجسم وقال: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله سبحانه وتعالى خارج عن ذلك كله، ولم يجئ ذلك في الشريعة فبطل. وهذا الكلام إخوة الإيمان نقله البيهقي عن الإمام أحمد في كتابه مناقب أحمد. فلنتأمل إخوة الإيمان هذا النص المنقول إليكم كلمة كلمة. أولا، الناقل من؟ الناقل من؟ هو رئيس الحنابلة، أي ليس شخصا من عوام الناس، إنما هو رئيس الحنابلة وابن رئيسها. وأين؟ في بغداد، في مكان اجتماع الحنابلة في تلك الأيام. وينقل عن الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي يقول: أنكر أحمد على من قال بالجسم، أي أنكر أحمد على من وصف الله بالجسم. فهذا تصريح من الإمام أحمد رضي الله عنه في تنزيهه لله عن هذه الأشياء الستة. نزه الله تعالى عن الطول والعرض والسمك والتركيب والصورة والتأليف، وهذا ما قال به الأشاعرة والماتريدية، وهم أهل السنة الموافقون لأحمد وغيره من السلف في أصول المعتقد. لذلك فليعلم أن نفي الجسم، أي ما له طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف عن الله، هذا جاء به السلف. فظهر أن ما يدعيه بعض الناس أن السلف لم يتكلموا في نفي الجسم عن الله غير صحيح. لذلك نحن اليوم نذكر ما نقله أبو الفضل التميمي البغدادي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، لأن استحضار كلام الإمام أحمد ينفع لدفع تمويه بعض الناس الذين يقولون السلف ما تكلموا في نفي الجسم عن الله، وكلامهم هذا باطل باطل، لأن الإمام أحمد
من الأئمة الأعلام وهو من السلف الصالح. ثم تأملوا جيدا في قوله رضي الله عنه: إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة، لأن أسماء الأشياء تعرف إما من اللغة وإما من الشرع. هناك أشياء عرفت أسماؤها من اللغة، وأشياء عرفت أسماؤها من الشرع، مثل الصلاة الشرعية، مثل الصيام، مثل الزكاة. قال: وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم. وما معنى وضعوا؟ أي عرف هذا بالنقل، أي عرف أن إطلاق هذا الاسم أي الجسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، هذا عرف بالنقل، لأن اللغة العربية ليست شيئا بالمواضعة، إنما هي بالوحي. فمعنى أطلقوا أو وضعوا أي نقلوا إلينا، ليس معناه اجتمعوا وقرروا أن يطلقوا هذا الاسم أي الجسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، لا، لأن اللغة العربية ليست شيئا بالمواضعة، إنما هي بالوحي. الله أوحى باللغة إلى الأنبياء، ثم من الأنبياء استفاد البشر من اللغات. قال رضي الله عنه: وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله سبحانه وتعالى خارج عن ذلك، أي كل هذا يستحيل على الله، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم لو كان الله جسما كبيرا أو صغيرا، كثيفا أو لطيفا، كثيفا كالبشر والحجر، أو لطيفا كالنور والهواء، لاحتاج لمن خصصه بهذه الصورة والكيفية، والمحتاج لا يصح في العقل أن يكون إلها. قال رضي الله عنه: والله خارج عن ذلك، ولم يجئ في الشريعة ذلك، أي ما جاء في الشريعة إطلاق الجسم على الله، بل الذي جاء في الشريعة تنزيه الله عن الجسم وعن صفات الجسم. قال: ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل، أي من أطلق ذلك على الله كلامه باطل باطل، مخالف لعقيدة المسلمين. اللهم بجاه الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وبجاه الإمام أحمد بن حنبل، ثبتنا على عقيدتهم يا أرحم الراحمين يا الله. هذا وأستغفر الله.